المريخ في الانتخابات الأخيرة، وأحمد جوهر أنا سعيد لي اعتزل كرة القدم من 3-4 مواسم، كان كابتن نادي المريخ وأصبح الآن رئيس لنادي المريخ، وهيكون معانا هنبارك له على التليفون إن شاء الله، فأنا ببارك له في دلوقتي في نفس المجموعة. أنا أولا بهنيك على فوز حضرتك برئاسة مجلس إدارة نادي المريخ، وبقول للكابتن خالد جلال أنا سعيد لأن الكابتن أحمد جوهر كان كابتن نادي المريخ، وكونه يتولى رئيس مجلس الإدارة واحد من أبناء النادي اللي طالما إدى بعرقه وخدم نادي المريخ، فبكل تأكيد هتكون المرحلة القادمة كلها ثقة من الجمعية العمومية فيك، وبإذن الله يكون القادم أفضل لنادي المريخ. سريعا جدا كابتن أحمد، طموحاتك مع نادي المريخ خلال الفترة القادمة. طبعا سريعا جدا يا كابتن، انا طبعا بشكر الجمعيه العموميه لنادي المريخ وعلى رسوم رموز النادي الحاج محمد ملاح والاستاذ سيد التوالجي اللي وضعوا ثقتهم في ابن النادي ولاعب من ابناء نادي المريخ. ان شاء الله باختصار شديد عشان وقتك ووقت الكابتن المحترم كابتن خالد جلال، انا طموحاتي لنادي المريخ تنحصر ان احنا نحاول نعود بالنادي للمنافسه، تمام، ونحاول بفضل الله نكمل انشاءات النادي من نادي اجتماعي وتطوير المنشآت. مش هنبخل على فريق كرة القدم بالنادي وجهاز الفني المحترم بقيادة كابتن حسام غويبة تمام بأي شيء في مقابل ان احنا نحاول ننهض بنادي المريخ وننفذ حلم الصعود اللي وعدنا بيه اعضاء الجمعيه العموميه ان شاء الله. ان شاء الله، وانا بدعيك من خلال برنامجنا تكون ضيفنا هنا خلال الفتره القادمه باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد جوهر رئيس نادي المريخ.